امتى الشخص اللي سابك يبدأ يندم؟ بعد اسبوع؟ بعد شهر؟ ولا اول ما يشوفك مع حد غيره؟ الحقيقة ولا واحدة من دول هي الإجابة الكاملة، وفي ناس بتستنى سنين مستنية لحظة الندم دي، وفي الآخر بتكتشف إنها كانت مستنية الحاجة الغلط. لكن الغريب إن الشخص اللي سابك ساعات بيبدأ يندم في لحظة عمرك ما تتوقعها، لحظة مش مرتبطة بيك أصلا. ولو كملت الفيديو للنهاية هقولك ايه اللحظة دي، وازاي تعرف اذا كان ده ندم حقيقي ولا مجرد احتياج مؤقت هيختفي اول ما ياخد اللي هو عايزه. لو اول مرة بتشوفني، معاكم ايمي داوود، لايف كوتش معتمدة، بشارك معاكم محتوى عن العلاقات وفهم المشاعر بعد الانفصال وتطوير الوعي العاطفي. لو بتحب النوع ده من المحتوى اشترك في القناة وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. ويلا بينا ندخل في موضوع النهاردة. في حاجة الناس كتير بتصدقها أو مقتنعة بيها، وهي إن الشخص أول ما يسيبك بيقعد يعيط ويندم عليك، وده في أغلب الأحيان مش بيحصل. يمكن دي أول حقيقة هتزعل ناس كتير، لكنها الحقيقة. لأن أول ما الشخص بياخد قرار إنه يمشي بيكون مقتنع بنسبة كبيرة جدا إنه عمل الصح، حتى لو كان لسه بيحبك. في اللحظة دي هو حاسس إنه أخيرا ارتاح، أخيرا خرج من الضغوط، من المشاكل، من الخناقات، من السيطرة، أو حتى من الحيرة اللي كانت جواه. وانت في الوقت ده بتكون مستني إنه يكلمك، مستني رسالة، مستني يقولك إنه غلط، لكن هو بيفضل ساكت، وسكوته بيخليك تفتكر إنه نسيك، مع إن الحقيقة مختلفة تماما. لأن الندم عمره ما بيبدأ يوم الانفصال. الندم بيبدأ لما يختفي الإحساس بالراحة، ودي النقطة اللي ناس قليلة جدا بتتكلم عنها. في أول الأيام عقله بيقنعه إنه كسب، كل ما يفتكر مشكلة بينكم يقول لنفسه شفت أنا أخدت القرار الصح. لكن مع الوقت العقل بيبطل يعرض المشاكل بس، ويبدأ يعرض في الذكريات، ويبدأ يفتكر الضحكة اللي كانت بينكم، المكالمة اللي كانت بتطمنه، وجودك اللي كان متعود عليه. وهنا بيبدأ يحصل صراع غريب جدا. هو لسه مش مشتاق ليك بالكامل، لكن لأول مرة بيبدأ يحس ان في حاجة ناقصة، وده لسه مش الندم الحقيقي. دي مجرد البداية، لأن اللي جاي بعدها هو اللي بيقلب كل حاجة لما الحياة ترجع طبيعية. ولما بيكتشف ان الراحة اللي كان فاكرها هتستمر اختفت، ساعتها بيبدأ يواجه نفسه، يسأل نفسه سؤال صغير: هو أنا فعلا بقيت أسعد؟ ولو كانت الإجابة لأ، هنا أول شرارة الندم بتظهر. بس خلي بالك مش كل واحد بيوصل للمرحلة دي، لأن في ناس بتهرب منها، ينزل بعلاقة جديدة بسرعة، يشغل نفسه بالشغل، بالخروج، بالسوشيال ميديا، مش لأنه برضو نسيك، لكن لأنه خايف يقعد مع أفكاره، لأن أول لحظة هدوء بتفكره بيك. وعشان كده ساعات تشوف الشخص فجأة بيراقبك بعد شهور من غير ما يكلمك، بيشوف الستوري بتاعتك، بيدخل بروفايل بتاعك، وتلاقيه يختفي ويرجع تاني. ولو انت فاكر ان ده معناه انه رجع، استنى، لان المراقبة مش دايما معناها ندم. اوقات كتير معناها انه بيحاول يعرف هل انت لسه واقف في مكانك ولا كملت حياتك، لان لسه في حاجة بتوجعه اكتر من غيابك، انه يكتشف انك بقيت كويس من غيره. وهنا الندم بيكبر يوم بعد يوم، لانه كان متوقع ان الدنيا هتقف عنده، لكن لما بيلاقيك بدأت ترجع لنفسك، بقيت اهدى، بتضحك، بقيت بتشوف حياتك، بتنجح حتى لو من غير ما تقصد. نزلت ستوري او نزلتها بالقصد، بيبدأ يحس انه خسر حاجة كانت اكبر مما يتخيل، وساعتها تبدأ المقارنات. اي حد جديد يقابله هيقارنه بيك، مش لانه ملاك، لكن لان العقل دايما بيجمل الذكريات مع الوقت، ويخلي الوحش يبهت والحلو يفضل. وهنا بيجي السؤال اللي بيدور في دماغ ناس كتير: طب ليه لحد دلوقتي ما كلمنيش؟ لان الندم مش معناه الرجوع،
ودي من أصعب الحقائق. في ناس بتندم لكن كبريائها بيمنعها، وفي ناس بتندم لكن خايفة تترفض، وفي ناس بتندم بعد ما يكون فات وقت طويل لدرجة انها تحس ان الرجوع اصبح مستحيل. عشان كده اوعى تربط الندم برسالة ولا بمكالمة ولا باعتذار. في ناس ندمت ومحدش عارف، لكن في علامة لما بتظهر اعرف ان الندم وصل لأعلى مرحلة. لما يبدأ يدور على اي سبب يرجع يتواجد في حياتك، سؤال بسيط، تهنئة، الرد فعل على ستوري، اي باب صغير، مش لانه لقى كلام يقوله لكن لانه بقى مش قادر يفضل بعيد اكتر. وهنا ناس كتير بتغلط، اول ما الشخص بيرجع بتفرح، مع ان المفروض اول سؤال يتسأل هو رجع لانه ندم ولا رجع لانه وحيد، رجع لانه اتغير ولا لانه فشل يلاقي البديل. لان في فرق كبير جدا، وفي ناس للأسف بتفتح الباب لنفس الوجع مرتين. افتكر دايما اقوى حاجة ممكن تعملها بعد اي انفصال انك ما تقعدش مستني لحظة ندم، لان كل دقيقة بتستناها انت بتضيع جزء من حياتك. ولو الندم فعلا هيبان، ولو ما ندمش انت كسبان نفسك. وفي الحالتين الشخص الوحيد اللي لازم يخرج منتصر من القصة دي هو انت. ولو وصلت لحد هنا اكتب لي في التعليقات، هختار نفسي وعايزة اعرف رأيك في اعتقادك الشخص ممكن يندم فعلا بعد سنين، ولا اللي بيروح عمره ما بيرجع.